عامل ايه يا اسطى؟ ايه الدنيا؟ إيه الكلام؟ يتم تجربة المايك ده انا واخده من احمد غنيمي. واحد صاحبي يوتيوبر صاعد واعد مخضرم. هو صاعد واعد عكس مخضرم، بس تمام عدها لي والحاجات دي وبتاع. فاهم الراجل؟ طرش لسه منزل فيديو. اتمنى يكون، معرفش هيبقى لسه منزل فيديو وقتها ولا لا، بس هو لسه. وانا بصور الفيديو ده النهارده هو نزل فيديو. روح شوف الكلام على ايه عنده على الشانل، هتتسحل يعني ان شاء الله. شاوت اوت لعم عيالي طبعا. هتسألني طبعا انت ليه لابس كاب وانت قاعد في البيت في الضلمة؟ انا هقولك عشان انا لسه مستحمي ومكسل اسرح شعري يا اسطى، بمنتهى البساطة. وانا يعني اصلا فاتح الفيديو ده ليه؟ اكيد عشان فيه محتوى طبعا. اعذروني على فورمة عم احمد نور الدين اللي انا فيها دلوقتي دي، واخد دور PTSD تقريبا يعني. ربنا يعدي الكلام على خير يعني. طبعا الفيديو ده تحت سلسلة محدش مهتم. فاهمني؟ طبعا بقول كلام محدش مهتم بيه، وبقول كلام انا مهتم بيه، وبقول كلام مثير للجدل بالنسبه لي. معرفش، ممكن يكون كلام عبيط جدا وبديهيات، بس قشطه. فيديو النهارده بيتكلم عن ليه الناس اللي كانوا بيضحكونا زمان بقوا كرنج. مبدئيا بص، الضحك ده انا شايفه انواع. نوع اللي هو اللي خاص بالموهبه، شخص فعلا ربنا مديله قبول وهو بيضحك. عايزه ايه يا لارا؟ مؤاخذة معلش، انا مؤاخذة على الفاصل. قولي باي، قولي باي. باي باي. اعملي كده. ايوه شاطر. باي باي. فاهمك. باي. يلا بوسيهم بقى، بوسي الناس. لا مش ايدي بوسي الناس، اعملي كده. ايوه. ايه العبط ده؟ بوسي، اعملي كده. شاطر. باي باي. يلا روحي لامك بقى. ابراهيم اخويا يوتيوبر صاعد برضو. هبقى احط اللينك بتاع الشانل بتاعته. امشي يا لارا. هبقى احط اللينك بتاع الشانل بتاعته، هو ونيمي صاحبي، في الديسكريبشن. يلا باي هورو. العودة. تم سيطرة نوعا ما على الموقف. يعني كنت عايز اتكلم على ان الكوميديا مدرستين بالنسبة لي. موهبة الخام اللي هو شخص ربنا خلقه دمه خفيف، لو قال اي حاجة بتضحك هتضحك. في ناس على فكرة بتقول كلام يضحك بس ما بيضحكوش، ده قبول. فاهم؟ دي انا هتكلم عنها برضو بالتفصيل كمان شوية. وفي ناس بتخليك تضحك مش بتضحك، هي ما عندهاش الموهبة قوي، او مش قصة ما عندهاش الموهبة، هي مش الشخص اللي بينطبق عليه مواصفات الشخص اللي دمه خفيف اللي بيضحك. فاهم؟ هو شخص قال حاجة أو حصل موقف معين خلاه يضحك. في ممثلين كده كتير بيعتمدوا في الضحك على الموقف أكتر ما هم دمهم خفيف. بالنسبة لنا ده نوع الكوميديا المفضلة بتاعي، وده اللي بيعيش حوار بقى اللي هو الناس اللي ليها موهبة خام كده في الضحك. غالبا الموضوع بيبقى مرتبط أكتر بالشكل، بالصوت، في حاجة ظاهرية بتخليك تضحك على الشخص ده. غالبا يعني انا بلاحظ ان الناس اللي بتضحك دي بيبقى شخص شكله ينفع يترسم كاريكاتير، شخص اصلا شكله بيضحك. امثله على كده كتير كلنا عارفين طبعا، مش هقول عشان ما ابقاش متنمر. باستثناء في واحد انا بشوفه عنده موهبه في الضحك عكس شكله يعني، وهو مهاب شادي. مهاب شادي ده انا اول ما عرفته، اول ما شفته كده في الفتره بتاعت 2018 و19 وانا بقلب على النت، كان مستحيل افتح له فيديو او اسيرش عنه، حتى ما كنتش عارف اسمه. كنت فاكره عيل من العيال اللي هم في ثالثه اعدادي واولى ثانوي، اللي بيعملوا فيديوهات ميوزيكلي على اغاني سعد المجرد. طبعا الكلام ده قبل دلوقتي ما يتجنن ويعمل الفورمه بتاعت عم احمد نور الدين اللي انا فيها دلوقتي دي برضو. واعتقد نضف دلوقتي شويه، حلق دقنه. انا مش راضي احلق دقني طبعا عشان عندي حبوب اهو، مش عايز ابوظ الدنيا اكتر من كده. هشام ماجد من الناس اللي في المدرسه بتاعت الناس اللي بتضحك بالموقف، بس في نفس الوقت هو شكله فيه حاجه. يعني هو راجل على عيني وعلى راسي، شكله حلو عادي، بس مش عارف، بحس ان هو مدي على سبونج بوب شويه كده. فاهم؟ هتكلم بقى عن النظريه اللي هي اللي اصلا مبني عليها الفيديو، ليه الناس بتبقى كرنج. بص، من فترة كده كنت بتكلم انا وواحد صاحبي او مجموعة من صحابي في ان الناس اللي احنا كنا بنشوفهم بقوا كرنج ومش عارف ايه. قال لي عمر الشاطر بقى كرنج يا عم ومش عارف ايه، وخالد حسام بقى كرنج. ولاحظت برضو ان مثلا انا ياد الموجي بالنسبة لي بقى كرنج، مش بالظبط بس ما بقاش بيضحكني زي الاول. هبقى اشرح الموضوع ده بالتفصيل كمان شويه. واحد صاحبي لسه عارف اياد الموجي، بيشوف فيديوهاته الجديده بينام ضحك، وانا ببقى مش فاهم ايه القرف ده يعني. اياد الموجي ده انا عارفه من 2019 في تشانل كده بتاعت يوتيوب بتاعت راب اصلا، يعني هبقى ممكن احطها في اي حته في المونتاج. كان بيعمل فيديوهات عن الرابرز، يعني مثلا كل شويه ياخد مثلا يعمل فيديو عن موسى سام، مروان موسى، شاهين، الناس دي. هو لسه لغايه النهارده بيضحك من نفس الانجلز. يعني هو اياد الموجي ما بقاش كرنج ولا حاجه، هو طول عمره كرنج. طبعا بهزر، هو بيضحك فشخ عادي يعني. اكيد في حد اسمه فشخ في حته معينه في الكون
بيضحك على اياد الموجي. الموقف ده خلاني اخد بالي من حاجه، هو اياد الموجي ثابت ما بيغيرش حاجه، هو نفس الشخص. ليه بقى ما بقتش اضحك عليه زي اول ما عرفته في 2019؟ كنت بضحك جدا على فيديوهاته بستناها وبتاع. وليه صاحبي اللي لسه عارفه ده بيموت ضحك عليه على حاجات انا بشوفها مش بتضحك زي زمان؟ هقول لك، لان الموضوع بتاع الكوميديا اللي معتمده على الموهبه والتكرار والانجل معينه، كل شخص معتمد ان هو بيهزر منها، غالبا الكوميديا دي مش بتعيش، بس انت بتتعلق بصاحبها، بيبقى في عشره كده، في كونكشن معين بيحصل ما بينكم، بيبقى كأن مثلا صاحبك. عارف انت لما تبقى قاعد مع صحابك، اول لما تبقى عارف واحد صاحبك جديد بتبقى غالبا منبهر بقى بطريقته في الهزار، بتضحك جدا على اي حاجه بيقولها ومش عارف ايه. مع الوقت انت مش بتخسر، مش بتعمل سكيب لصاحبك ولا ديسلايك ولا انسبسكرايب لصاحبك، يعني فاهم انت عادي، هو ما بيضحككش على كل حاجه زي الاول الا لو حصل حاجه تضحك فعلا. بس انت اتعودت عليه، بقى في عشره. انا بشوف اليوتيوبرز دول دلوقتي بنفس الزاويه دي. انا في يوتيوبرز كنت بموت ضحك بسببهم. انا بتفرج على اليوتيوب عشان اضحك بصراحه، يعني مش عشان استفاد حاجه، نادرا يعني بتفرج عشان انترتينمنت، باستثناء الدحيح برضو في جزء كبير اصلا، يعني مثلا 40% من حلقه الدحيح بتبقى انترتينمنت بالنسبه لي، وال60% الباقيين بيبقى معلومه. انا الناس دي بقى بشوفها حتى لو هيضحكوني كانهم صحابي كده، العشره وبتاع، فمفيش حد بيبقى كرنج، هو الناس زي ما هي. الفرق ان انت بتبقى اتعودت على هزارهم، فخلاص انت بقى عايز تشوف حاجة تانية، عايز تنبهر بطريقة جديدة. فمثلا مين اكتر حد بيضحك اخر فترة على السوشيال ميديا؟ احنا بالنسبة لنا يعني، او بالنسبة لنا توفيق الحديدي، علشان هو جديد يا اسطى. يعني انت تخيل ده بعد سنة ونص كده هتلاقي الناس بتقول لك يا عم لا ده بقى كرنج، ده السايس، ضحك الاغنياء، مش عارف ايه الجو ده. هي دي الفكرة. انت بتتفرج في البداية بيجذبك الانبهار والفكرة، طريقة جديدة في الهزار، الشكل اللي بيضحك بقى، المونتاج العبيط ايا كان. بعد كده انت بتبتدي بقى ايه، تتعود على الستايل ده، خلاص مش عايزه. يا اما انت بيعجبك المحتوى حتى لو ما بيضحكش، وده اللي بيعيش بقى. ده اللي يرجعنا بقى للنقطة بتاعت كوميديا الموقف. لو السياق او الحدث بيضحك او في قصة، ده هيضحك. بالنسبه لي انا بيضحك اكتر وبيعيش اكتر بكتير من لو افيه لوحده اتقال بيضحك. انا مثلا بتفرج على الدحيح، هو الدحيح بينترتين مي، فاهم يعني، بيضحكني وبيسليني، بس مش بيضحكني اللي هو اموت من الضحك. يعني انا الافيه بتاع يا مولر احنا لازم نتسلح يا اما هنتشلح، لما قالوا في الحلقه بتاعت الحرب العالميه، مش فاكر الاولى ولا الثانيه، الافيه ده قتلني في 2018 تقريبا. يعني الافيهات دي من الدحيح مكرره حتى الان، بتضحكنيش زي الاول بس بتسليني. ليه؟ السياق، الاخراج، القصه، ده بقى اللي بيخلي الحاجه تعيش بالنسبه لك حتى لو كان الافيه نفسه مات اصلا. يعني ممكن برضو في زاويه انا بشوفها، موت الشغف. ساعات بيبقى الشخص اللي عمل الكونتنت ده اللي ضحكك شغفه مات، فما بقاش بيضحك زي الاول. وده انا بلاحظها شويه في عمر الشاطر. كان في البدايه بحسه كده اللي هو الواد الصغير اللي عنده طاقه، هو قدي عادي اصغر مني بسنه، انا كمان واد صغير يعني فاهم. ما علينا، اللي هو كان في البدايه كده مجنون كده وبيعمل حاجات غريبة، بيخبط في ناس بيعمل، فكان الموضوع ده مديله كده هايبرة، مخليه مودي جامد. بعد كده هو نفسه قالك ان هو فقد الشغف تجاه ده وعايز بقى يتجه للجيمنج اكتر، الحاجات شبه كده، ستريمات وبتاع، فهو شغفه مات في الحتة دي. فهتلاقي هزاره مبقاش زي الاول. تقريبا كل حد ضحكك مرة هو عمره ما هيكون كرنج، لو حد جديد جه شافه هيضحك عليه زي ما انت اول مرة شفته وضحكت، بس انت بتبقى اتعودت. فبتختار بقى، يا اما لو الكونتنت حلو هتكمل تتفرج عليه، يا اما لو خلاص انت ما بقتش يعجبك الحاجات دي هتفكس له خالص. فانا في ناس لسه بكمل اتفرج عليهم حتى لو مش بيضحكوني زي الاول، زي ما ذكرت الدحيح مثلا، اياد الموجي، عمر الشاطر، يعني بضحك عليهم. يعني مثلا اول مثلا لو كان الفيديو 20 دقيقة، اول مرة شفت فيديو لحد فيهم كان مثلا 19 دقيقة بضحك، والدقيقة دي بتبقى الانترو والاوترو مثلا. فدلوقتي الفيديو هو 20 دقيقة جديد، ممكن اضحك 5 دقايق بس، ممكن اضحك اكتر شوية على حسب بقى ممكن يكون ايه الموضوع. انا بتفرج عشان الكونتنت بقى، مش عشان الضحك، عشان العشرة. بحس برضو ان انا قاعد مع واحد صاحبي على القهوة. في ناس اللي هي اللي بتبقى كرنج وبيبقى ترند ومات، اللي مش بيبقى عنده كونتنت اصلا، حد هزر بس قال افيه ومعاش الافيه ده او ضحك وقتها، وبعد كده خلاص انت مش هتبقى بتريليت للافيه ده مثلا. يعني لو فضل يقدم نفس كونتنت النكت ده غالبا مش هيعيش، باستثناء احمد رمزي. مش عارف والله بس احمد رمزي عنده كرياتيفيتي برضو. لا يعني احمد رمزي مش كده، يعني هو بيهزر الستايل ده بس بيحط له سياق، بيحطك في ستوري بستايل الهزار ده.
فانت هنا بقى بتبقى معاك المعادلة بتاعت العشرة دي، وبتضحك علشان الراجل ده موهوب برضه. في ناس تبقى بتضحك عشان دمها خفيف زي ما انا قلت لك في الاول، في ناس بتبقى بتضحك علشان الموقف دمه خفيف، وفي ناس بتعرف تستثمر الاتنين، يبقى بيضحك عشان هو دمه خفيف وفي نفس الوقت هو ذكي كفاية ان هو يحط لك قصة حدوتة بتضحك على طول. غالبا الشخص ده مثلا هو هيبقى احمد رمزي، مش عارف، حتى الان انا شايف ان احمد رمزي الحته دي هو مميز فيها وبيضحك كموهبه، في نفس الوقت هو بيعرف يعمل لك فيديوهات كرياتيف. برضو زي نصيف ده برضو، وصاحبه ده مش فاكر كان اسمه توفيق باين ولا ايه، اللي هما الاتنين بتوع الفيس دول، مش فاكر اسمهم بالظبط، هبقى احطهم في المونتاج برضو. زي كل فيديو بنسى الناس وبنسى اساميهم وبحطهم في المونتاج، فقشطه يعني. بس ده وجهة نظري عن الموضوع اللي مش شرط حد يهتم بيها، لان ده فيديو يعني فاهم، محدش مهتم حرفيا. هو في البلاي ليست اسمها محدش مهتم، بلاي ليست بينزل فيها فيديوهات من غير نظام ومن غير جدول. كل ما بصور فيديو بقعد امنتجه وبعدين بنزله بقى، اعمل له ابلود وبس، وعلى الله يعني محدش مهتم. ما تنساش ايه، انا اللي نسيت، نفسي ابطل اسرح والله. الواحد لسه مرقوع تروما يعني، كل يوم مترقعها اصلا. صباح الفل، واحد اتجنن اصلا رسميا وحياته باظت وبيحاول يظبط الكلام. بحاول اخلع من الفساد ومشروع ذاتي في الاصلاح. صحاب في اجازة تاخدوا غياب وانا قاعد بعد الانصراف، بس ده مش حقيقي، صحابي مش في اجازة ولا حاجة، صحابي موجودين. احلى مثال لصحابي، المايك ده بتاع واحد صاحبي، فاحلى مثال. الفيديو خلص، متنساش تعمل لايك، شير، سبسكرايب، تكتب كومنت ايجابي او سلبي مش مهم. اكتب كومنت يا اسطى، علي لي ريتش وبتاع، شير بالله عليك، اعمل سبسكرايب. عايز اشوف السبسكرايبرز مثلا 100 مثلا، فاهم، تبقى شكلها فخمة كده. هم حتى الان تقريبا 55، فيعني حبيبي. وفعل زر الجرس ده، فاهمني، علشان يوصلك كل جديد. واعمل لي فولو بقى على الاكونتات اللي فوق، اللي هنا وهنا دي، فاهم الحاجات اللي هنا دي. وبس، سلام عليكم والحاجات دي.